فاوست شخص ناجح لكنه مش سعيد في حياته ولا راضي عنها، فبيقوم يعمل صفقة مع الشيطان بيبيع فيها روحه في مقابل الراحة الأبدية وسعادة لا تنتهي، لكنه في نفس الوقت بيحكم على نفسه إنه يكون ملعون للأبد. مايك إيرمنتراوت عمل نفس الحاجة في بيتر كول سول وبريكنج باد، وباع نفسه للشيطان بس عشان مقابل نبيل فشل فيه والتر وايت خلال رحلته، وتحول بعدها مايك من شخص عادي لأنه يكون التطبيق الحرفي لفلسفة فينس جيليجان وبريكنج باد بعد ما يقابل الشيطان في منتصف الأحداث. ده حصل إزاي وليه؟ تعالى مع بعض نشوف. Broke my boy. I broke my boy. I made him lesser. I made him like me. مع اقتراب نهاية الموسم الثاني من مسلسل بريكنج باد، وجد الصناع نفسهم في مشكلة كبيرة، وهي ان الممثل بوب اودنكيرك اللي بيعمل سول جودمان كان مشغول في تصوير اعمال تانية ومش فاضي عشان يكمل باقي مشاهده ويخلص الدور المكتوب لسول، على اساس ان هو حلقة الوصل بين والتر وجيسي وعالم الجريمة، واي مشكلة بيقعوا فيها خلال رحلتهم بيكلموه على طول يتصرف. طب لو مش موجود هيعملوا ايه؟ بالذات بعد موت جين المأساوي ومصيبة جيسي، فكان المفروض ان والتر وايت هيكلم سول زي ما حصل وسول جودمان هو اللي هيجي يحل المشكلة، لكن لما كان الممثل غير متاح اضطر صناع المسلسل لاختراع شخصية جديدة ما كانتش في الخطة تظهر في الحلقة بشكل سريع وينقذ الموقف ويخلص ضيعه على كده لغاية ما سول يرجع. وفي الحلقة ال 12 من الموسم الثاني جاء مايك إيرمنتراوت للحياة كضيف على المسلسل في آخر حلقتين من الموسم، وانتهى الأمر على كده. لكن اللي حصل ما كانش أبدا في الحسبان، ولا حد كان متوقع تأثير مايك أو اللي عمله بعد كده في المسلسل. الجمهور وقع في حبه وإعجابه بالشخصية، والممثل جوناثان بانكس أبهر فينس جيليجان وطلع مايك معاه أحسن مما كان يتخيل في البداية. وعليه اتفق الكتاب في النهاية على توسيع دور مايك، وان هو ينضم لأبطال المسلسل، خاصة مع تحول جاس فرينج للفيلن الرئيسي، وانه مش هيبقى بس شخصية جانبية لكن لاعب مهم بيضيف لحاشية جاس، عشان مش منطقي ابدا ان فرينج هيبقى في كل مكان بنفسه او يتعامل مع والتر وايت لوحده، فكان الطريق مفتوح قصاد مايك عشان يدخل القصة من اوسع ابوابها. ولما بدأ العمل على مسلسل بيتر كول سول، كان اول سؤال في رأس صناعه فينس جيليجان وبيتر جولد عن مين من شخصيات بريكنج باد لازم يظهر في المسلسل الجديد، مين اهم واحد يقدر يحافظ على العالم ده ويكمل مسيرة المسلسل الاول. وكانت الاجابة مايك طبعا، لان مايك مش بس شخصية استثنائية وحاجة محترمة، لكنه التجسيد الحرفي لعالم بريكنج باد وبيتر كول سول، انه مش بطل ومش شرير، ده هو ابيض ولا اسود، مش سهل تحكم عليه بشكل مباشر. لكن مايك واقف على الخط الفاصل بين الناحيتين، في المنطقة الرمادية زي ما بيقولوا، واللي بيقوم فيها عالم المسلسلين. عنده كود اخلاقي ماشي بيه وسط عالم غير اخلاقي، القوي فيه بياكل الضعيف وانت ونصيبك بقى. لكن مايك بيكره الفوضى واستعراض العضلات، ودايما هادي ومسيطر على نفسه، مصمم على قواعد واضحة للعبة وحدود لنشاطها الإجرامية، مش ممكن يقبل أو يوافق موت مدني ملوش علاقة باللعبة ومش جزء منها. I understand that a civilian found the driver after you robbed the truck. Hector murdered this civilian, correct? He wasn't in the game. وده كان في الاساس سبب عداوته مع هيكتور سلامانكا وبدايه طريقه للجريمه، عشان هيكتور يموت شخص واقف يساعد السواق اللي مايك سرق منه الفلوس. ومن بعدها قابل جاس فرينج ودخل المجال في الاساس لانه كان عايز يقيم اقل شكل من العدل في ركن ضيق من العالم. وكمان مايك يعتبر تطبيق واقعي لفكره الوجهين اللي عالم فينس جيليجان مهووس بيها في المسلسلين. من جانب هو قاتل مأجور ورجل عصابات، كان ضابط فاسد بيتعاون مع المجرمين وياخد رشاوى، وبعد كده بقى قاتل منتقم لموت ابنه، ثم تحول لوحش ضحاياه كل يوم مش بيشوف النور، وفخور باحترافيته وقدرته على تنفيذ المهام بشكل محدش يعرف يوصل ليه. وعلى الجانب الاخر هو جده مايك اللطيف الحبوب، والراجل العجوز الطيب اللي مش بيعمل مشاكل ولا حد بيحس بيه، عايش حياته في هدوء وسكينه وشغال وظيفه عاديه بعد ما تقاعد، وكل همه يقضي وقت مع حفيدته ويلعب معاها، ولا يساعد زوجة ابنه، ولا يقعدوا ياكلوا ايس كريم بالليل وهم بيشوفوا التلفزيون. كلها عيله جميله لطيفه حياتهم سعيده. بيقدر مايك ان هو يوفق بين كونه رجل عائله حقيقي وعايز مصلحتهم فعلا، وبين حياته التانيه كقاتل وبتاع عصابات، بالشكل اللي مثلا فشل فيه والتر وايت. لكن مايك فعلا مهتم بعيلته وعايز مصلحته، كل فلوسه ومجهوده ده عشان مستقبل حفيدته ومش عايز حاجه لنفسه. لا هو بيعمل شغله عشانه هو او بيحس بمتعه زي مثلا والتر وايت والطبخ، ولا سول جودمان والمحاماه، ولا جاس فرينج في بناء شبكته والانتقام. لكن علاقه مايك بالجريمه مش شخصيه، ولا بيطلع منها باي حاجه غير الفلوس وتطبيق كوده الاخلاقي، مجرد بينفذ مهمه مطلوبه منه بافضل شكل وباقل خسائر عشان ياخد بعضه بعدها ويرجع على البيت ولا كأن حاجه حصلت. في مشهد بيلخص شخصيه مايك وصفاته في بيتر كول سول
سول لما قابل بائع الحبوب لأول مرة قبل ما يتعامل مع ناتشو فارجا، وكان معاه 2 مرشحين للشغلانة، منهم واحد طويل وضخم، تاني معاه سلاح كتير وصوته عالي وشكله غلط. ودي فعلا الأشكال اللي بتيجي في دماغك على طول أول ما تفكر في مجرمين أو قتلة مأجورين. لكن مايك على الجانب الآخر شخص مختلف تماما، راجل عجوز واقف هادي وفي حاله، جايب معاه كيس سندوتشات كأنه طالع رحلة مدرسية، معهوش سلاح ولا في دماغه أصلا، لأول وهلة مش ممكن تشك فيه أبدا، وعنده الغطا أو أداة التخفي الأفضل، وممكن ببساطة يدخل وسط الناس ومحدش هيلاحظه. وفي أقل من دقيقة بيثبت قدراته لما ياخد السلاح من أبو لسان طويل والضخم يخاف منه ويجري، وبيكون بعد كده وافي لصاحب المصلحة حتى بالمقابل القليل، رغم إن الفلوس كلها قدامه ممكن ياخدها ومحدش هيعرف يعمل له حاجة. وحتى بعد كده في تعاملاته مع ناتشو لما كان عايز يموت توكو سالامانكا، مايك ما كانش مجرد قاتل بلا عقل ولا واحد مش فارق معاه أي حاجة، لكنه نصح ناتشو وفهمه وساعده، حتى لو مش بياخد مقابل عشان ده، لكن هي دي طريقته ووفائه لأي حد شغال معاه، زي ما هنشوف بعد كده مع جاس فرينج. A dead Tuco draws Salamancas like flies. Cartel noses into the business, looks for who hit one of theirs. You gonna be able to keep your secrets then? وكمان الكود الاخلاقي بتاعه ده مستعد يطبقه على نفسه، وعشان يتجنب الدم بيحط نفسه في مواجهه مع واحد مختل زي توكو وينضرب ويعمل مشكله. ولما بعد كده تبدا رحلته مع هيكتور سالامانكا ويغير شهادته ثم يحاول ينتقم منه، كان ممكن ببساطه يلوم ناتشو ويقول له انت السبب، انا كان مالي بكل ده، لكن عشان مايك رجل محترف وبروفيشنال بيتحمل نتيجه افعاله، كمان بيرجع نص الفلوس لناتشو تاني عشان ما نفذش الاتفاق للنهايه، وتوكو هيخرج قبل ميعاده من السجن. What's this? 25,000. What for? We made a deal. I didn't hold up my end. Your problem is coming back sooner than we expected. ده غير طبعا لما كان في ايده $1.5 مليون ورجعهم من غير ما ياخد منهم حاجه، وده اللي سول جودمان بعد كده ما كانش مصدقه، وكان رد مايك عليه انا كنت بأدي دور معين اتكلفت بيه، ماليش دعوه باي حاجه تانية. لكن مايك في النهايه بينسى نفسه في الجريمه وبيعمل زي اسطوره فاوست ويبيع روحه للشيطان بعد ما حياته ما بقتش كفايه بالنسبه ليه. كل ما يحاول يخرج من عالم الجريمه بيلاقي ان هو محتاج فلوس تاني عشان حفيدته ومرات ابنه. ولما مشي في سكه جلسات العلاج والثيرابي وشاف الناس اللي في سنه واللي عاشوا نفس الالم والفقدان بتاعه ازاي حياتهم ملهاش معنى ومبنيه على كذب واوهام، صمم بعدها ان هو مش هيبقى كده ابدا ولا هيسمح ان حياته توصل للمرحله دي، وعارف ان هو مش هيقدر يتخلص من عبء مسؤوليه موت ابنه ولا هيقدر يعيش من غير احساسه بالذنب والالم اللي خلاص بقى جزء من حياته. واستسلم مايك لاغواء الشيطان المتمثل في جاس فرينج، واللي بالتدريج حاول يستميله وياخده في صفه لما اداله فلوس مقابل تعطيل تجاره هيكتور سالامانكا، بس مايك رفض في البدايه، ثم حاول يضمه لصفه لما قال له ممكن تشتغل معايا في المستقبل، لغايه ما مايك احتاج ليه عشان يغسل الفلوس اللي سرقها من هيكتور. وجاس طبعا استغل الفرصه وبالبلدي كده خده على حجره وعمل معاه اللي ما يتعملش، ورفض ياخد منه فلوس او ضرايب مقابل غسيل الاموال بحجه ان انا عمري ما اخد فلوس من عيلتك. I would not take money from your family. وبعدين بعته عند ليديا اللي عملت معاه الواجب وزياده، وعرف منها ان هو حاله خاصه واول حد جاس يعمل معاه كده. This is the first time I've done this for anyone. I don't know what you do, but Mr. Frank must think you're quite good at it. عشان تكتمل خيوط جاس حوالين مايك ويقدر في النهايه يضمه لصفه في مهمه بناء المختبر، كمقابل لان مايك ما قالوش اللي ناتشو كان بيعمله ضد هيكتور، وكل حاجه بتمشي زي الفل في الاول. مايك لسه ماسك نفسه ومحافظ على الكود الاخلاقي بتاعه وطريقته لغايه ما فرينج يفسد روحه ويخليه يقتل فيرنر صاحبه، ومايك كان رافض اصلا القتل ومستعد يعمل اي حاجه عشان يتفادى الدم. بيلاقي نفسه راجع لنقطه الصفر من جديد، وده اللي بيقربه اكتر من فرينج مش العكس. ليه؟ لانه لو ما سلمش لفرينج هيرجع زي ما كان الاول بعد موت ابنه ودخوله في دوامه الشرب وفقدان السيطره على نفسه، وده نفس اللي حصل بعد ما موت فيرنر وشاف مايك النسخه من نفسه اللي بيحب يدفنها وينهي وجودها خالص، بين ان هو يزعق في حفيدته ويهاجمها ولا يشرب لغايه ما يفقد وعيه او يروح يتخانق مع شويه بلطجيه عشان يضربوه. في مقابل بعدها مين بيظهر عشان ينقذه؟ جاس فرينج اللي بياخده معاه المكسيك ويعالجه وينقذ حياته ويمسك خيوطه حوالين مايك من كل اتجاه لما يعزله هناك، ثم يظهر قدامه فجاه ويكلمه عن الانتقام ويستغل اللي حصل لابن مايك عشان يكسبه معاه. Why me? Because I believe that you understand. Understand what? Revenge.
على اساس ان عيله سلامانكا دول ناس وحشين واحنا ضدهم وبنحاول ننتقم زي ما انت عملت مع ابنك، لغايه ما في النهايه مايك بيسلم ويقع تحت سيطره فرينج لباقي حياته. ومن بعدها بياخد مايك منحنى مختلف تماما، تتغير شخصيته طبقا لموقعه الجديد، واللي معاه بيتخلى عن استقلاله ويتجاهل الكود بتاعه لصالح اوامر وتوجيهات جاس فرينج عشان ينسى نفسه في القطيع ويهرب من مواجهه الواقع. وكان اخر اختبار ليه هو ناتشو واللي حصل معاه، واللي بالتدريج مقاومته للموضوع كله بتقل لغايه ما يرفض ان هو يكلم ناتشو في التليفون ويسلم بالامر الواقع بعد ما فرينج رفض مساعده ناتشو. لكن عشان التحول لم يكتمل للنهايه، مايك بيرفض التعرض لابو ناتشو ويهدد جاس ذات نفسه، وده اللي الشيطان بيفهمه ويتفهم النقطه ديت عشان يحافظ على سيطرته على مايك ويضمن ان مايك نفسه مش هيتمرد عليه بعد كده. You don't understand. That's not happening. Just say the word. Whatever happens next, it's not gonna go down the way you think it is. وفي النهاية بيحاول ان هو يساعد ابو ناتشو ويقول له ابنك كان كويس وكده عشان يسكت حتة الانسانية اللي لسه جواه، لكنه خلاص ضاع وهو مدرك ده واصبح متقبله بلا مقاومة. I'm better now. What changed? Decided to play the cards I was dealt. لان مايك زي ما قلنا محتاج اي نظام او روتين يمشي عليه يمنعه من التفكير، لازم حاجز بينه وبين نفسه عشان يقدر يكمل. وبما ان هو شايف نفسه او مؤمن ان هو ملعون مهما حصل، فمش هتفرق معاه هو بيعمل ايه بالظبط ولا كميه الجرائم اللي هيرتكبها او الحيوات اللي هيقضي عليها، طالما على الاقل لصالح تامين مستقبل حفيدته، واقل حاجه ممكن يعملها عشان يصلح اكبر خطا في حياته بموت ابنه. وده الدافع الرئيسي لكل حاجه بيعملها زي ما قال لسول في الصحراء. I have people waiting for me. They don't know what I do. They never will. They're protected. But I do what I do so they can have a better life. And if I live or if I die, it really doesn't make a difference to me as long as they have what they need. وبالتالي هو مختلف عن باقي اعضاء عالم الجريمه من حواليه في انه مش فارق معاه، ما عندوش هدف معين عايز يوصل له زي جاس مثلا والانتقام، ولا ايجو ضخم بيحركه زي والتر وايت او الكارتيل ومعهم وهم السيطره والسلطه. فبالنسبه ليه الحياه كانت زي ما قال والتر وايت قبل ما يموته، كل حاجه كانت ماشيه زي الساعه وكلنا بنكسب فلوس ومبسوطين، بس انت والايجو بتاعك كان لازم تخرب كل حاجه وتوقعها على دماغنا. We had a good thing, you stupid son of a bitch. We had Fring. We had a lab. We had everything we needed. It all ran like clockwork. You could have shut your mouth, cooked, and made as much money as you ever needed. It was perfect. But no, you just had to blow it up. You and your pride and your ego. وسبب غضبه من والتر وايت هو انه كسر الحاجز اللي كان بيستخبى وراه مايك، ولغى الاستقرار اللي كان في حياته ومخليه مش مهتم، فرجع يهتم من جديد، والمره دي في هيئه جيسي لما كان خايف عليه من والتر وتاثيره. ودي الشخصيه الوحيده بعيده عن عيلته اللي مايك بيهتم بيه او يكون ليه اي مشاعر في بريكنج باد. لكنه في نفس الوقت لو كان جاس قال له يموت جيسي ما كانش هيتردد لحظه وهينفذ الاوامر، لانه زي ما قلنا خلاص بقى نفسه للشيطان، وانه مش هيقاوم او يحاول يغير الظروف من حواليه زي ما حصل سواء مع فيرنر او ناتشو زمان. الاتنين كان مهتم بيهم وعلى علاقه طيبه بيهم ورفض التخلص منهم، لكن شروط عقده مع فرينج او الشيطان بتقول له نفذ وانت مش مهم شايف ايه. وعشان كده بنشوف شخصيته في بريكنج باد مختلفه شويه عن بيتر كول سول، في انه بارد وبعيد عاطفيا، كانه آلة بتنفذ مهام محدده من غير تفكير، وعنده استعداد حتى يهدد سول جودمان اللي المفروض شغال معاه ويعرفه من سنين قبل حتى جاس عشان يعرف مكان جيسي بعد ما موت جيل، ومستعد ان هو يتخلص من والتر او جيسي او اي حد يقف في طريق مهمته. وحتى مشاعره تجاه حفيدته مش واضحه قوي خلال المرحله دي، هو بيحبها وكل حاجه، بس اول ما لقى نفسه في خطر والشرطه جايه عليه سابها بتلعب في الحديقه وهرب فورا عشان ينجو بحياته. حياه مايك قايمه بالكامل على اختيارات هو قام بيها، وهو نفسه لخص قصته وطريقته في جمل قالها لسول جودمان بعد ما رجعوا من الصحراء. هنختم بيها الحلقه دي، وقول لنا رايك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تشوف باقي الحاجات اللي عملناها. We all make our choices. And those choices, they put us on a road. Sometimes those choices seem small, but they put you on the road. You think about getting off, but eventually you're back on it.